ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده لعشاق الكراميل هنعمل احلى مهلبيه كراميل وشوكليت ممكن تاكليها. ولو عجبتك المهلبيه اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي ويلا نبدا. محتاجين كيلو لبن حليب، حطيت عليه 3 معالق نشا كبار وقلبتهم بمضرب البيض اليدوي على البارد كده وركنتهم. دلوقتي في طاسه على النار حطيت 3 معالق سكر، فردتهم في الطاسه كده تفرديهم وما تقلبيش الا لما الحروف تبدا تتكرمل، يعني اللون يبقى غامق كده. لما تبدأ بقى الحروف تتكرمل قلبي كده ينجح معاكي الكراميل بالشكل ده كده. قلبي بقى لحد السكر ما يدوب خالص، وبعدين هنحط معلقة زبدة كبيرة كده ونقلبها لحد ما تسيح، وبعدين نضيف بقى اللبن بالنشا اللي احنا ركناه دلوقتي. اول ما ينزل هيعمل الشكل ده كده، ما تقلقيش خالص. تستمري في التقليب والنار تكون هادية خالص لحد ما السكر ده يدوب تاني، وتبدأ بقى تاخد القوام ده. بعد ما أخدت القوام ده تسيبيها دقيقتين كده لحد ما تعمل البابلز كده، وبعدين هننزلها. بعد ما ننزلها حطيت لها معلقة صغيرة فانيليا وقلبتها، وبدأت أقسمها في طبقين. هنقسمها بقى بالنص كده، نص هنحط عليه 50 جرام وايت شوكليت ونص هنحط عليه 50 جرام دارك شوكليت. اهي الشوكولاتة البيضة أنا بشرتها علشان تسيح بسرعة، ومن السخونة بقى بتاعة الكريمة هتسيح على طول، ودي اللي فيها شوكولاتة غامقة. دابت برضو كده من السخونة. بعد كده بقى هنجيب الكاسات اللي هنقدم فيها، أو تقدمي في طباق أو كوبايات، أي حاجة اللي يعجبك. هنحط طبعا المهلبية الفاتحة الأول اللي هي فيها وايت شوكليت تحت كده، وبعدين يعني حاولي إن انت تقسمي الكاسة بالنص، نصها يبقى اللي بالوايت شوكليت والنص التاني اللي بالشوكليت فوق. بعد كده سويت الوش كده بمعلقة صغيرة، وبعدين تبدأي تزيني. وده دايما التزيين بقى ده رؤية شخصية ليكي، ذوق شخصي، أي حاجة عندك حطيها. أنا حطيت كده وايت شوكليت على الوش وشوية عليهم شوكليت شيبس. طريقة حلوة وسهلة ولذيذة جدا، تقدم ساقعة كده وبألف هنا. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.